الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكره مع الجوكر. وطبعا يعني بعد 467 يوم الافراح تعود لغزه. ربنا يا رب يسترها ويكملها على خير، وربنا يا رب يرحم شهدائهم. طبعا انتهت منذ قليل مباراه الزمالك وحرس الحدود. مباراه كانت عنيده جدا بالنسبه للزمالك. طبعا يعني مش هنتكلم على التحكيم في المباراتين، اذا كان مباراه الاهلي امبارح او مباراه الزمالك النهارده، لكن الزمالك عمل اللي هو عايزه. طبعا تقدم عن طريق زيزو، اسيست ولا اروع لعمر جابر، ثم تعادل طبعا بركله جزاء محمد اشرف رؤى، ثم يضع مصطفى شلبي باسيست ولا اروع من محمد شحاته. وطبعا الزمالك يعني اعلن التقدم طبعا في الهدف الثالث عن طريق ركله جزاء وضعها احمد سيد زيزو. طبعا الشوط الثاني كان فيه ضياع عديد من الفرص، وطبعا يعني ركله جزاء انا مش هقول غريبه مش غريبه والكلام ده، لكن طبعا محمود ممدوح وضع الهدف الثاني. طبعا مباراه شهدت ضياع العديد من الفرص، وطبعا يعني مش هنحكم دلوقتي. طبعا امس النادي الاهلي فاز فوز جميل جدا على الجونه بهدفين مقابل لا شيء امام الجونه. طبعا امام عاشور باسيستين ولا احلى. انا شايفها الصراحه مباراه الاسيستات كانت احلى كانت احلى من الكوره، احلى من الاجوان. طبعا محمد مجدي قفشه اسيست ولا اروع، وامام عاشور فنشها كويس. والاسيست الجميل اللي عجبني قوي امبارح كريم الدبيس عمل اسيست ولا اروع، وكالعاده امام عاشور هو اللي بيفنش. طبعا كمان لوس ميوناريوس او بيراميدز بيفوز على غزل المحله بثلاثيه مقابل لا شيء. نخش بقى الدوري الانجليزي. وطبعا الجوله التي لم ينجح فيها احد الا ارسنال هو المستفيد الصراحه من تعثر ليفربول امام نوتنجهام بتعادل الهدف لمثله. كمان مانشستر سيتي بتعادل امام برينفورد بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين لكل فريق. كمان بورنموث امام تشيلسي. طبعا يعني كده ارسنال بيعود للمركز الثاني بفوزه على توتنهام. وطبعا مباراة مهمة جدا كانت جميلة. طبعا بقى نتكلم كمان عن برشلونة ومسلسل الخماسيات بعد خماسية الدوري، بعد خماسية السوبر أمام ريال مدريد. بيفوز كمان على ريال بيتيس في كأس الملك خماسية مقابل هدف. وطبعا هنشوف القرعة هتحطه أمام مين. طبعا الليلة إن شاء الله ريال مدريد، والفرصة الأخيرة لأنشيلوتي أمام سيلتا فيجو في الكاس، وهنشوف يعني المصير إيه. طبعا يعني مش هنتكلم على يعني بطء الصفقات في الاثنين، مش هنتكلم عنه، هو الكلام كله مفاوضات، انما صفقات مش شايفين حتى الان. طبعا هختم بقى طبعا بتصريح مهم قوي قاله مجدي عبد المسيح، اللي هو طبعا عضو طبعا في مجلس اداره النادي الاسماعيلي، ان الاهلي خد الصفقه بتاعت عمرو الساعي عشان ما يروحش الزمالك. طب هنا الرد بقى يا كابتن، طب انت ليه ما قلتش الكلام ده مع مثلا عبد الرحمن مجدي؟ هو اصلا تصريح مش في وقته، دي حاجه يعني خلاص عمر الساعي راح الاهلي وتمام التمام. ليه ما قلتش التصريح ده مثلا في يوم انور لما كان الزمالك عايزه وانت وديته البنك؟ ليه مثلا التصريح ده ما اتقالش برضه؟ قلناها ساعه عبد الرحمن مجدي لما راح بيراميدز. ليه ما بتقولوش التصريحات دي يا جماعه؟ مش هنقول لكم انتوا عملتوا ايه بال 50 مليون بتاعت عمر الساعي. حتى الان احنا مش شايفين الاسماعيلي، مع كل الاحترام لاخواتي الاسماعيلاويه، مش شايفين منهم حاجه. طبعا نتمنى يكون شوف طبعا تحكيم احسن، لان انا بجد يعني التحكيم في الدوري المصري السنه دي يعني سالب 200. تحكيم ضايع بجد. محمد الحنفي امبارح مع احترامي لاخوات الاهلاويه كان في ركلتين جزاء لانبي، والنهارده طبعا يعني بسم الله ما شاء الله شفنا المباراه منذ قليل. يعني ركلات جزاء المفروض تتحسب، وركلات جزاء المفروض ما تتحسبش، هي اللي بتتحسب. يعني ماشيين بالعكس. طبعا اتمنى ما كنتش تقلت عليكم. ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه، وربنا يا رب يكملها على خير. حافظ الله فلسطين. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ونختم بخير ختام وهي الصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.